هذا واحد يقول كنت مرافق مع والدي بالمستشفى، يقولوا كان فيه غرفة مقابلة لنا لا وقت الزيارة يكثر فيها الضحك، يضحكون ضحك غير طبيعي. فأقول الله إني مستغرب، في كل وقت زيارة الناس تضحك ضحك. يقول لما انتهت الزيارة وانصرفوا ورحت الغرفة بشوف، يقول إلا واحد مجبر يديه ورجليه، يقول السلام عليكم ولا هو مبتسم وكذا. قلت يا أخي سبحان الله وقت هالزيارة أنا أسمع ضحك كثير عندك. قالوا أنت حاسدين الناس على الضحك. يقول عرفت أنه هو مصدرها الضحك هذا. قلت لا والله أنا ما بحاسدهم، لكن يعني أنا مستغرب بالمستشفى وضحك مثل هذا. قال والله كل من جاء وقصيت عليه قصة حادثي هذا يضحك غصبا عليه. يقولوا أنا أضحك معهم بعد. يقول أنا عندي بلكونة، يقول كنت يوم بعد العصر يقول جلست كذا سبحان الله، يقول كأنه أخذني النوم. يقول المهم يقول أخذتني غفوة، يقول رأيت فيما يرى النائم إنها قامت القيامة. يقولوا الناس في العرصات، يقولوا أنا أمشي ما أدري وين بروح. يقول إلا فيه باص مكتوب عليه الجنة، يقول نركب. كل الركاب منزلين رؤوسهم بين ركابهم، يقول ما شفت ولا وجه واحد من اللي راكبين لا رجال ولا نساء. يقول أنا ركبت بين الخوف والرجاء، يعني مكتوب عليه الجنة. يقول شوي لم تحرك الباص. يقول يوم مشى وشوف لوحة الجنة يمين. قلت عدنا الملف، قلت الجنة يمين. قال هذا باصنا. قلت الله لا يوفقك أنا راكب معك. قال من قال لك اركب هذا باصنا. طيب وقف. قال ما في خلاص ما عاد في وقفة، فيه شوف هالشباك اللي فوقك إن قدرت تطلع معه اطلع طب والباص يمشي ما أنا موقف. أنت من أنت؟ قال أنا إبليس يسوق الباص إبليس. يقولوا أنا كل المشكلة أنه وقفني ضيق. يقول ضيق المكان مرة اللي بطلع معه. يقولوا أضغط كذا كأنه يقول زي القزاز أو زي اللكسان اللي يتحرك معي شوي. يقولوا أنا أدب عمري من هالباص. يقول يوم دبيت عمري ولا بالحوش. طب من البلكونة يقول بحوش بيتنا. يقول ولا يمتكسر. يقولوا هل يجون أنسرد عليهم هالقصة وهذا سبب ضحكهم. فيقول سبحان الله، يقول أنا لما شفت المنظر هذا وهو حلم، يقول أدركت إنه ما نافعك إلا رحمة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ثم عملك. وأنا بالباص أحاول أطلع وأقول يا ليتني مصدق، يا ليتني مصلي، يا ليتني. يقول أنا أحاول بطلع مع هاد الدريش الضيقة. يقول لكن هذا قدر الله ما شاء فعل. هل تشوف هالجباير كلها بسبب هالباص الله لا يبارك فيه. لا حقت الله بالله.